طيب انا هحاول في الفيديو ده امسك لساني لسبب واحد، ان انا لو طلقت لساني كده في الفيديو ده، انا لو طلقته القناه تقفل النهارده بجد من كل حاجه بقى. ده احنا هنتكلم بقى، ده احنا هنتكلم بما اننا خلاص كده ايه البطوله خلصت. فانا هلجم لساني في حاجات معينه، في الباقي هطلق. تعال بقى نقسمها واحده واحده. نبتدي الماتش من اول الدقيقه 0 وصافرات الاستهجان من جماهير المغرب في مركب محمد الخامس، اللي هو مش عارف بتاع 40,000 ولا مش فاكر بقى، 40 50 60 3 تنفار، مش فارقه هو كام واحد. الفرقه ان كل واحد كتب لي تعليق سلبي في فيديو المغرب اللي فات، اللي هو كان 90% من التعليقات اصلا سلبيه. الفيديو اللي فات بتاع اللي انا عملته عن المغرب، مع ان كان كل الفيديو اصلا عباره عن تطبيل ليكوا، رغم اللي انتوا عاملينه ده كله، انه ازاي انتوا كويسين وبداتوا من الصفر، اللي هو بداتوا ناس عصاميه بنت نفسها بنفسها، ما احتاجتش مساعده من حد، وعملت منتخب محترم في كل الفئات العمريه. رغم كده الناس علقت لي تعليقات سلبيه وحسد وحقد. مش هقول ده معناه ايه، عشان انا قلت لكم انا هلجم لساني في حاجات معينه. النهارده بقى انت اللي كاتب لي التعليق، وانت كمشجع في المغرب قاعد في البيت مبسوط وانت قاعد جنب بتاع ده، جنب مشجع نيجيري ماسك هو العلم بتاعه، وانت ماسك العلم بتاعك وبتحيوا الجماهير، بتشجعوا نيجيريا على منتخب مصر. انت مبسوط. اسأل نفسك سؤال واحد وانت بتعمل كده، هو اي مصري خلقه ربنا على وش الدنيا عمل لك ايه في حياتك عشان تعمل فيه كده؟ اسأل نفسك السؤال ده بس. انا مش عايزك تسأل نفسك اي سؤال تاني. سؤال بسيط: ماذا فعل بك المصريين حتى تفعل لهم ذلك؟ وجاوب انت، اقعد جاوب مع نفسك، اقعد كده مع نفسك جاوب. شوف، جيب تاريخك من يوم ما البلد دي تم انشائها، سواء مصر او المغرب، لغايه يومنا ده، ايه اللي احنا عملناه فيكوا وحش؟ كل ده عشان قلنا ان انت اللي تنزانيا ليها ضربه جزاء. طب ما احنا لما اهلي زمالك احنا ده طبعنا يا حبيبي، مش مدلسين يا بابا. لما بيبقى علينا ضربات جزاء، علينا مشاكل بنقولها، احنا غيركو، احنا بندلس. لو كسبنا بالظلم والافتراء بنقول، عشان احنا عندنا ضمير، وعشان لما يبقى عندنا حاجة غلط نصلحها. عشان كده الاهلي في الحتة اللي هو فيها دلوقتي، وعشان كده انتوا في الحتة اللي انتوا فيها دلوقتي، عشان احنا لما بنشوف غلط بنقول عليه، سواء لينا او علينا. مش بنعمل زيكم بنفتري على الناس وبنتبلى عليهم وبنكسب بالظلم وبالزور وبالافتراء. عرفت الفرق بيننا وبينكم؟ كم مرة الكاميرا تجيب الصورة على المشجعة بتاعت اسمها ايه، بتاعت المغرب، وهي قاعدة جنب الولد النيجيري، هي ماسكة علم المغرب وهو ماسك علم نيجيريا، وفي اخر الماتش وفي نص الماتش وفي اول الماتش وقاعدين مع بعض كده وعمالين يحايوا. وكل ما نيجيريا تجيب جون بلانتي تلاقي ايه، كل ما مصر تضيع ايه، كل ما انت تجيب جون ايه. ليه كده؟ ليه؟ دي علامة سودة في حياتكم. اللي انتوا عملتوه ده علامة سودة. الحكم بتاع النهارده رغم ان هو مغربي، انا مبدئيا يعني بعيدا عن التحكيم، احنا كان علينا اصلا المفروض ناخد انذارات بالهبل وما خدناهاش. بص بقى، ده الفرق بيني وبينكم، ده الفرق بقى. كان علينا انذارات بالهبل والحكم عداها، ما عطلناش ولا انذار. كان لنا ضربه جزاء ما اتحسبتش، هما كان لهم ضربه جزاء ما اتحسبتش.
الفاول، الحيطه اللي اتصدت دي معرفش دي بلانتي ولا لا، ما اتعادتش كويس، بس مش فارقه كده كده ايه، الحكم مغربي ومعرفش ده بيحصل في اي دوله. انا معرفش الكلام ده بيحصل في اي دوله اصلا اساسا، ان انا يبقى عندي مشاكل ما بيني وما بين مشجعين الدوله دي، واقوم جايب حكم من نفس مشجعين الدوله اللي في بيني وبينهم مشاكل ويحطوا حكم في الماتش. انا ما اعرفش، بس شوف يا جدع رغم كده احنا ما اعترضناش على حكم، انت متخيل؟ والحكم طول الماتش بص على وشه مكسوف منكم، مكسوف من اللي انتوا بتعملوه. الحكم بيحكم هو مكسوف، عايز يقول انا مش تبع دول، انا مش ده، انا مش كده، انا عمري ما ابقى من الناس دي. حاجه تكسف. وانا عن نفسي انا مش عارف هتعامل معاكم ازاي بعد كده، مش عارف. ليه اصحابي المغاربه انا من ساعه ما اللي حصل ده ما اتكلمتش معاهم تقريبا خالص، مش عارف اتكلم مع الناس دي ازاي بعد كده، مش عارف بعد اللي انتوا عملتوه فينا ده كله بدون اي سبب. طب ساعه ماتش الوداد قلنا دي جماهير الوداد، ساعه ماتش الجيش الملكي قلنا دي جماهير الجيش الملكي، وجماهير الترجي وجماهير الوداد قعدت تقول احنا ما بنحبهمش، مش ذنبنا، مش بتوعنا، مش تبعنا، الناس دي مش عارف ايه، فقلنا ماشي. لكن ده دلوقتي ده منتخب المغرب الشقيق يعني الجماهير هم سكان الدولة. مش هقول حاجة تاني، مش هقول حاجة عشان انا بحاول افكر، فاهم؟ الشوية اللي سكت فيهم دول بحاول افكر هقول ايه، عشان اي حاجة اقولها هتبقى مؤذية بجد، مؤذية نفسيا ليكوا انتوا، فانا هسكت هتخليكوا تراجعوا كل حاجة في حياتكم، فانا هسكت لغاية كده. ما تجيش معانا في حاجة، ما تجيش معانا في حاجة بعد كده بجد، عشان احنا ناس نضيفة ومش عايزين نقرف. انا مش عايز اقرف تاني، فما تجوش معانا تاني، ما تتكلموش معانا، ما بتحبوناش ما تقولناش، ما بتحبوناش ما تتكلموش معانا تاني. لكن تتعاملوا معانا بالاسلوب ده فده عيب قوي. ما بتحبوناش ما تقولوش احنا لينا منتخب شقيق اسمه منتخب مصر، بلا شقيق بلا دقيق بلا زفت، خلاص بقى. اشقاء ايه بقى؟ ده مش عارف فوق ال 40,000 مغربي، يبقى فين الاشقاء؟ ده غير التعليقات اللي انتوا بتكتبوها لي وبتكتبوها لغيري. ده معنى كده ان الدوله كلها كده بقى، ما عدا كام واحد يتعدى على الصوابع. يبقى اللي بيقول لي شكرا ومرحبا بك وبيضحك في وشي عايز يضربني من ظهري، يبقى بيحبنيش. خليني ساكت لغايه كده، يعني كفايه كده على موضوع المغرب. وانتوا بالنسبه لي قصه وانتهت، مفيش دعم، وبتمنى من كل قلبي خسارتكم بكره، حتى لو كسبتوا. بالنسبه لي انتوا ما جيتوش، بالنسبه لي انتوا خلاص. انا ما عنديش حاجه اسمها منتخب مغرب شقيق، ما عنديش حاجه اسمها دوله مغرب اصلا بالنسبه لي. خلاص كده لا في اعتذار رسمي بقى من اي حاجه عندكم في الدوله، لا جامعه ملكيه ولا فوزي لقجع ولا من حد تبع اللي هو الحاجه الرئاسيه عندكم ولا الحاجه الملكيه عندكم. مفيش اي اعتذار يذكر يتقدم منكم باي شكل خالص، رغم قله الادب وقله القيمه اللي انتوا بتعملوها. فده بيأكد ان الحكومه كلها بالكامل دعماكم ودعم اللي انتوا بتعملوه. فخلاص كده الحكومات بقى تعمل اللي هي عايزاه، دي مش بتاعتي. انا راجل مواطن عادي خالص، بتكلم على اللي مضايقني وحرق دمي من مواطنين. فاحنا مواطنين في بعض، مواطنين لوش مواطنين. انا ما بقتش احبكم،
ما بقيتوش تنزلوا لي من زور. خلاص كده، خلاص كده. بالنسبه لي على رايي مش فاكر مين المغني اللي بيقول لك صفحه وطويتها، هي صفحه وطويتها. خلاص كده، خلاص بقى. لا تقول لي بقى دول عرب زينا ومسلمين. هو في مسلمين بيعملوا كده في بعض؟ انت في دينك كمسلم في درست وانت في ابتدائي ان انت المفروض تعمل في اخوك المسلم كده؟ ما علينا، ما علينا، ما علينا. سيبنا بقى من المشجعين وسيبنا من الكلام ده كله. خلينا بقى نتكلم على ايه؟ على المنتخب. طيب، على رأي ابراهيم فايق احنا ما عندناش حاجه خالص. انا مش قادر اتكلم، اصدقت. حرام عليكم يا شيخ، حرام عليكم. ما علينا. طيب مبدئيا انت ما عندكش حاجه خالص، ولو رحت كاس العالم بالمنظر ده انت هتطلع مجموعات. بجيب لك المفيد، عشان انت متحوط بكميه قرف من كل حته. مستحيل تنجح. تعال نبتديها بالمحلل، المذيع بتاع الاستوديو التحليلي اللي بتاع بين سبورت. ده راجل مبدئيا ده خلاص، ده انا مش عايز اتفرج عليه تاني. جيبوه في اي حاجه تانية بس ما تجيبوش في منتخب مصر. علي محمد علي الراجل اللي احنا قعدنا ننتقده، بص الفرق بقى، قعدنا ننتقده، عمل ايه الراجل؟ بقى بني ادم تاني، غير كل حاجه. تحس ان اتبدل المعلق، بقى معلق حاجه تانية. لدرجه ان مصطفى محمد لما ضيع الكره اللي دخل فيها ومحمود صابر كان المفروض يجيبها جون اخر الماتش، قام هو داخل شايطها واسمه ايه ده، وكان اوفسايد. الراجل انتقده عادي اهو. صلاح بقى بينتقد عادي، وباصي حلوه بقى صلاح بقى، اللي هو انت ما بصيتش عادل طول الماتش عادل. فالراجل يعني اتغير. فانا مبسوط بيك بقولها دلوقتي، واكيد الناس كلها هتتكلم عن الموضوع ده. بجد احنا مبسوطين بيك يا كابتن علي محمد علي. اتمنى ان انت تكمل على نفس المنوال ده. انت انسان محترم بجد، انت انسان محترم وانا فخور بيك. لما بقى تيجي للمذيع اول الماتش او في بدايه الشوطين، لسه وائل جمعه بيتكلم بيقول لك يا جماعه صفرات الاستهجان اللي بتحصل واحنا وصلنا لحته وحشه ومش عارف. المذيع بص احنا نسكت ونتكلم عن خايف من ايه؟ يلا خايف من ايه؟ استرجل. لما مؤاخذه يالا دي، انت تقريبا راجل كبير قد اخوك الكبير. فانا اسف ان انا قلت يالا. بعتذر وبعتذر على كلمه استرجل. ده كلام ما ينفعش اقوله، بس عشان حميتي على بلدي وعلى اهل بلدي اللي في احسن منك مليون مره كمذيع يجي يقعد مكانك يتكلم بجد وحيادي. الحيادي يا حيادي انك بعد الماتش نيجيريا تفوز ولا تخسر في هذا الدور، وقعدتوا تتكلموا على نيجيريا وما جبتوش سيره مصر تماما، وبعد كده قمت واخد بعضك طالع على اللقاءات بتاعت نيجيريا. فين باسبورك ولا بطاقتك؟ انت نيجيري ومدهون ابيض ولا ايه؟ انتوا دسين لنا الناس دي ازاي يا جدعان؟ الناس دي تبعنا ازاي؟ انا عايز اقولكم ازاي؟ دول مش احنا خالص. احنا مش الناس دي. احنا وائل جمعه، احنا ابو تريكه، دول احنا. لكن مين دول؟ اهل مصر عمرهم ما كانوا اهل سبوبه، كانوا اهل كرامه ومبادئ وجدعنه. والرزق ده دايما بنسيبه على ربنا، ما بنركزش فيه، بنعمل اللي علينا وخلاص. لكن ان احنا نفتري على بعض ده مش احنا. وتدليس بس، يا اما تدليس بس يا اما تهميش بس، يا تهميش يا تدليس. في النص مفيش حاجه في النص. عشان يجي لي سبونسر من هنا، اطبل من هنا، فلاعيبي يتصاحب عليا من هنا. حاجه قرف ومش مميزه. اليوتيوبر من دول يبقى في اول حياته تلاقيه انسان وكلام منمق وكلام اسمه ايه، كلام كله مش تشجيعي وكلام محترم.
مره واحده تلاقي البني ادم اول ما يتشهر اتقلب وبقى بينونو وبقى بيطبل وحاجات، ويمشي مع الموجه، الموجه بتهاجم يهاجم، الموجه هاديه يهاجم، مالوش صوت من دماغه، وحاجه سيئه خالص يعني. رضا عبد العال طلع بعد الماتش اما بيقول لك مرموش، مش مرموش ده كان احمد دودار احسن منه، بقى مرموش دلوقتي احسن يا كابتن رضا. وصلاح ده تاريخي، صلاح ده صلاح ده بس صدعتونا وقرفتونا بس اسكت. صلاح شايل ليفربول من 2017 لغايه النهارده، يروح اجوان ويعدي 1 على 1 في ساعه ما جون مانشستر سيتي في دوري الابطال اكل الفرقه كلها اجوان. عمل معاك جون واحد كده هتقول لي العناصر اللي جنبه ليفربول، روح جيب ليفربول فرقه 2017، روح جيبها قبل ما تتكلم. منتخب مصر للناشئين كان بيلعب فيه اللعيبه احسن من اللي بتلعب في ليفربول 2017. انت بتقول ايه انت؟ ده انت كان معاك لوفرين في الدفاع ده انت كان معاك قرف بيبي. ولكن الدم التك وعشان اخد رقم صلاح واتصاحب على صلاح واتكلم مع صلاح وصلاح يحبني. انا مش عايزه يحبني يا عم، انا عايزه يجيب اجوان يا عم، انا عايزه يقدم كوره يا عم. اللي جات لي صلاح اما عطاها بوش رجله خارجي، مش سهله دي خالص، دي مش سهله خالص ان الكره امامي يباظي الكره يا راجل يا وبقى قيس بقى على كابتن رضا عبد العال، قيس بقى مليون واحد كده. صلاح انه الرجل الذي هداف التاريخ المنتخب، هذا الرجل الذي يلفع المنتخب على كتفه ويمشي به ويسير بس بقى مصطفى محمد ربع محترف. قعدنا ننتقد ازاي تقول ربع، ده ما كملش معلقه شاي. انا اسف لكابتن حسام، ده ما كملش تنتوفه. انا بعتذر لكابتن حسام حسن بجد على وجوده في هذا المنتخب، على وجوده في القياده الفنيه لهذا المنتخب. انا بعتذر لك يا كابتن حسام. هتقول انت من دراويش كابتن حسام؟ لا، ما انا جاي لك بقى في الجمله اللي بعدها. وبعتذر لجماهير منتخب مصر انه عندكم مدرب زي حسام حسن. شفت بقى دي. وبعتذر لكل ما هو مكتوب في بطاقة جمهورية مصر العربية على هذا اتحاد الكرة الذي يتحكم في الكرة المصرية من لغاية النهاردة. شوف هي سلسلة اعتذارات ورا بعض، كله لازم يتفور، كله 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 لازم يمشي. يا كابتن حسام، تريزيجيه ده بيعمل ايه في الملعب؟ عشان صاحبي وحبيبي والكفاءة وراجل رجولة وبيجي يثبت حضوره وبيجي في مواعيده، وراجل بتقول له يمين يمين شمال شمال. انا خلاص عرفت في كام لاعب ايه. هو شيل المنتخب وابدأ بقى ورص وشيل كام لاعب خدهم، والباقي ده امسح. بص، عايز تنجح انت ما عندكش غير حلين عالدغري. ميكالي يجي يمسك منتخب الناشئين او المنتخب الاولمبي لازم، عشان الراجل ده يطلع لك لعيبه. ومدرب محترم يجي يمسك مش محترم كشخصيه يعني، مدرب سي في قوي تقيل يمسك المنتخب الاول. مين؟ موسيماني. هقعد الف وادور عليك. موسيماني شخصيه افريقي، بيعرف ازاي يدافع وبيعرف ازاي يعمل كاونتر اتاك. لكن انت النهارده زلابيا. انت الدفاع زي الفل قشطه كله قلسطه، تاخد تطلع قدام مفيش، انت ما جيتش. ولعباكه وباصي وتقطع وتخش وتكاتف
انت بتجري مع نيجيريا صراعات بدنيه مع نيجيريا؟ ده ايه ده؟ ده ايه الفجر التكتيكي ده؟ يا يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. احنا هنركز على كده. هو ده الفكر اللي عندنا. لا الرابط، انا بضحك عشان مش عارف اقول ايه. بضحك عشان انا ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه البيبي اللي بيتقدم ده؟ هو ايه ده يا جدعان ده بجد؟ كل المؤشرات بتقول لك انك كسبت كوتيفوار. فقط توفيق. بس لم تمرن على جملة تكتيكية وحيدة. غلط من مدافعين كوتيفوار، غلط من مدافعين كوتيفوار، غلط من مدافعين كوتيفوار، بس كده. بس بتضغط عادي زي ما انت كنت بتضغط في ماتش نيجيريا. ما انت ما كنتش بسوء ضغط في ماتش السنغال، ولكن في ماتش نيجيريا كنت بتضغط في نص ملعبك عادي وعادي، وخدت الكرة وكنت بتباصي. الفرق ان مدافعين نيجيريا كانوا مصحصحين، فبينوا بقى ان انت ما عندكش اي فكر هجومي. واي حد بيطبل لحسام حسن، خش اغسل وشك واتفرج على الماتش الاول. تمام؟ خش اغسل وشك، اخلع قناع التدليس واقعد اتفرج على الماتش، وبعد كده ابقى اتكلم معاه. مش هتتكلم انت تعرف الوطنيه اللي جوايا اعلى من الوطنيه اللي جواك. انت كذاب، انت كذاب. لان انت لو وطني وبتحب بلدك مش هتقول الكلام ده مبدئيا. مش هتقول. ما فيش وطني بيقول انا وطني. افعاله هي اللي بتقول ان هو وطني وبيحب بلده. طب انت افعالك وانت عمال تطبل ده انت عارف ان تطبيلك ده بيأذي، لان انت بتطبل لحد هو لا يصلح للمكان اللي هو فيه. بس هنقعد نتكلم ونرغي ونقول اي كلام في اي بتنجان. حسام حسن قعد في قياده فنيه لمنتخب مصر سنتين كاملين، لم يطلع موهبه واحده تبقى موجوده في المنتخب الاول. لم يكتشف لاعب واحد فقط موجود في المنتخب الاول. لم يكتشف اي لاعب. هو شاف افضل انديه في مصر، ايه احسن لعيبه فيها، وقام واخدهم. بس ما عملتش حاجه تاني. انت عندك شهور ما بين كل معسكر والتاني. وظيفتك انك في الشهور دي بتنشر الجهاز الفني بتاعك، وانت ان انتوا تشوفوا كل حاجه، تتفرجوا على كل الانديه درجه تانية وتالتة ورابعه وهواه، وتنزل الشارع تدور وتعمل وتسوي علشان تعرف تلاقي عناصر تدعم بيها الجهاز الاول، الفريق الاول. تقول لي دي مش شغلتي، دي شغلة لا يا حبيبي، دي شغلتك. طالما اللاعب معدي سن الناشئين يبقى دي شغلتك. طالما اللاعب معدي ال 21 سنه يبقى دي شغلتك. لان لا لعيب، لا المنتخب الاولمبي ولا المنتخب الثاني ولا منتخب الناشئين هيقعد يتفرج على اللعيبه اللي معديين السن ده. دول وظيفتهم الاولمبي والناشئين ان هو يشوف اللعيبه الصغيره، فبيصعد لعيبه صغيره. دي شغلته. لكن انت شغلتك ما بعد ال 21 سنه. فانت لم تكتشف اي لاعب خالص بقى خالص. ايه احسن انديه في مصر خد منها لعيبه بس كده. هتقول لي ازاي؟ اقول لك هو انت عندك مثلا لاعب من بتروجيت، عندك مثلا لاعب من اسمه ايه، من زد اف سي. هتقول لي محمود صابر، اقول لك ده اصلا في بيراميدز وعرى لزد. وكده كده محمود صابر كان معروف عشان ميكالي اصلا كان مطلعه في المنتخب الاولمبي. فانت لا يوجد شيء. انت ما فيش اي حاجه، وانت بالمنظر ده كاس العالم. هتقول لي هتطلع قبح. هتيجي تقول لي طيب انت بتتشائم. ما بتتشائمش انا بقول لك اللي انت فيه بالحال، الوضع الحالي. هل ممكن يبقى احسن حسام حسن؟ هل انا مع تغيير؟ يعني بص بعد الانتقاد بقى ده كله، هل انا مع ان حسام حسن يمشي؟ لا، لان انت كل حاجه زي ما هي. فانت هتمشي حسام حسن، هتجيب مين؟ هتجيب اي حد هيفشل. بالعكس، ده حسام حسن على الاقل عارف ان انت مفيش، فانت شخصيا بتدافع اهو، وبتضغط شويه. يمكن يحصل لخبطه شبه ما حصل في ماتش كوت ديفوار وتجيب لك جون ولا حاجه. يمكن
لكن انت كل اللي بص ما تضحكش على نفسك، كل اللي بتوصل بيه هي اجتهادات فرديه، يا غلطات لعيبه، يا باصه كده ولا كده بتعدي، هو ده منظرك. لكن انت كمنظر تكتيكي 1 2 3 سلم، واحد يجري تسلم له هوب، انت ما عندكش اولا الفكر ده، ثانيا حتى لو انت عندك الفكر ده فما عندكش العناصر اللي تطبقه، لان العناصر اللي معاك فاضيه فاضيه كرويا، فاضيه وماشيه بالحب والكنتالوب فقط لا غير. بس ده اللي كان عندي النهارده، واتمنى من كل شخص هيتكلم ويعلق على الفيديو ده او هيتكلم ويعلق على فيديو لاي حد تاني هينتقد، بعد اذن حضرتك لو سمحت تتقي الله في بلدك وفي اللي انت وصلت له دلوقتي، علشان ربنا يبارك لك ويكرمك وتقدر توصل للي المغرب وصلت له. ده مش معناه ان انا بطبل للمغرب، المغرب دي بالنسبه لي لا تعني لي اي شيء بعد اللي عملوه، ما عدا المحترمين من شعب هذه الدوله، ما عدا المحترمين من شعب هذه الدولة المحترمة، الدولة المحترمة اللي لا تمت بصلة لشوية الأشكال اللي كانت موجودة النهاردة دي. بس ده اللي كان عندي النهاردة، والسلام عليكم.